قال لك اعمل خير هتلاقي الخير. فالخير اللي في الشياله ده خلينا بس نحطه على جنب وهنشوفه. طيب كده تمام، فضينا الخير. الخير ما بيروحش ابدا. فطبعا يا رجاله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحه وسعاده كويسين، وكل فيديو انتم طيبين. ورجعنا لكم يا رجاله فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل حاجه كده عايزك تصلي على النبي وتذكر الله، والفيديو ده كده عايز يوصل لي 5 6 7 9 10000 لايك كده يا جدعان. ويا ريت اللي ما اشتركش بقى يشترك معانا. احنا يا جدعان الحمد لله تمنا 130000، عايزين نوصل ل 150 بقى. طيب بصوا يا جدعان، كلام بيني وبينكم كده، انا مسكت فرد حمام تمام، ورجع لي فرد حمام من الحمام اللي كان ضايع. رجع ازاي؟ مسكنا فرد الحمام ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد ما نشوف في كام حاجه هنعملها هنا. فانت هتروح مني فين؟ فاحنا قاعدين مع بعض، الفيديو حلو بالحب. تعالوا بقى في كام حاجه اهم من ان احنا نشوف الحمام اللي رجع واللي مسكناه ازاي. طبعا انتوا شايفين الزبل اللي مالي الارض دوت ومليان كلفه. طبعا الحمام بياكل وبيقلب الكلفه، وسامحوني ان انا ما بقشطش بقالي كام يوم. انتوا عارفين الواحد كان تعبان والله العظيم. النهارده يا جدعان اول يوم اطلع فايق وجسمي فايق، فحتى انتوا هتلاحظوا ده في الكلام وفي الفيديو اللي فات شفته انا كنتش قادر اتكلم، انما الفيديو ده يعني الحمد لله الواحد صاحي النهارده كويس. فهننضف ونعمل كل حاجه، هنضف بالليل. ولكن دلوقتي بقى يا جدعان عايز اسيب كده كام حمامه يقعدوا بقى يلقطوا في الزبل اللي واقع على الارض ده. زبل ايه؟ يلقطوا في الكلفه اللي واقعه على الارض ديت. هي نظيفه على فكره مش وحشه، يعني الزبل واقع لوحده والكلفه واقعه لوحدها، يعني ده مش لازق في ده. فاول حاجه هنسيبهم النتايتين دولك، طبعا النتايه الريحانيه والنتايه البنيديه دولك هنسيبهم، نفضل نخليهم سايبين بدل ما هم محبوسين كده. شيماء انا عايز سايبها، ولكن شيماء بتطلع عيني وبتبهدل الدنيا يا جدعان. يعني شيماء بصوا، شايفين انتوا البهدله دي كلها من شيماء، بتقف تعمل زبل هنا. ف بقول لك ايه، يلا يعني احنا عاملين السلاكه خليها تطلع وتلعب وتنبسط كده. دولك سايبناهم. عايز اسيب القص الاستراليات دولك تمام، عشان خاطر الدكر بقاله مرتين ما بيعمرش. فخلينا كده نفتح لهم البيبان دي كده، نسيبهم يطلعوا ويخشوا ويروحوا ويجوا، يمكن يكسرها على الارض ويعرف يعمر تمام. في ايه تاني هنا هنسيبه؟ تمام، هم دول كده بس مفيش حاجه تاني. الدكرين دول ولا مش عارف دول نتايتين دولك هسيبهم برضه يا جدعان، عشان دول لغايه دلوقتي ما بيحصوش ولا بيعملوا اي حاجه، فهنسيبهم برضه هم كمان. خلينا كده نسيب كده كام حمامه يروحوا يعملوا يجيبوا اللي يجيبوه. والقص دولك برضك بقالهم فتره ما بيحصوش خالص، مش عارف مالهم، ولكن ما بيعرفوش يطيروا حلو، فهنقفل عليهم والباب واسع. طيب يا رجاله، احنا دلوقتي سيبنا شويه الحمام. عندنا بقى ايه؟ الحمام ده انا هاكله كمان ساعه كده ولا كمان ساعتين. ففي حاجه انا بعملها كده عشان الزغاليل تطلع بصحه كويسه. تعالوا نلم الكام زغلول بتوعنا كده. تعال انت هتتكسف. معلش يا جدعان الواحد بايظ خالص. هناخد بصوا الزغلولين دول بس يا حبيبي، هناخد كده الزغلولين دول. انا بعمل حاجه كده قبل ما بكلف. طبعا الطواجن عايزه تتنضف، ده كله هنضفه لما نعمل التنظيف بتاع بالليل. هناخد الزغلول ده كمان تمام. طيب انا بعمل ايه؟ تعال اقول لك بعمل ايه يا حبيبي. لا هنروح من بعض. بص بقى يا صديقي، احنا عندنا شويه ايه دوت ميكس تمام. بسحب كده سرنجه واحده زي ما احنا شايفين كده اهو تمام. واجي مثلا عند الزغلول ده كده اهو زي ما احنا شايفين، نقول بسم الله وادي تمام. ادي له واحده. طبعا ما بملاهوش يعني ايه كده مش مليان كده، مش بملاها له على الاخر تمام. وده هنا اهو وادي كده اهو يا رجاله ماشي. ده نص عشان معدته صغيره شويه، وده معدته فيها اكل شويه، فنقوم مدينه بردك نص. طيب انا كده يا جدعان زي ما احنا شايفين، يعني بصوا لسه اصلا ما كلفتش، وبصوا الحمام معدته كده شبعانه وزي الفل تمام. انا بعمل كده كمان ساعه باكل زي ما احنا شايفين. تيجي الاهالي تقوم مديه الزغاليل ما شاء الله زقه حلوه كده، فالزغلول يطلع بصحه كويسه ويطلع زي الفل. تعالوا بقى نرجعهم مكانهم تاني. الزغلول ده طالع ابن القص التهجين ده، وبدايته مبشره بالخير. بصوا بقى، تعالوا اقول لكم ليه مبشره بالخير. ثانيه نقفل كده معلش عشان ان شاء الله هيبان. بصوا زي ما احنا واخدين بالنا ده ابيض تمام، ده ابيض. الجناحات شكلها تاخد اللون بتاع ابوها وامها اللي هو البنفسجي والحاجات دي. بصوا بقى العشر بتاعهم هيطلع ملطش، يعني بصوا هيطلع فيه ابيض وهيطلع فيه، بصوا ده هيطلع فيه 3 ريشات ملطشين ان شاء الله يعني. وده هيطلع فيه
ريش كتير ملطش. المهم يعني عموما ان شاء الله هيطلع فرد كويس، ويا سلام لو طلع ببورنيطه، يا سلام لو طلع ببورنيطه هيبقى شكله تحفه. يعني ابوه اصلا ببورنيطه، لكن يعني لو خدت دبوس كده ولا بورنيطه. يلا نحط دول هنا كده، ونحط دولك عيال ايه بقى، عيال دولك. بسم الله. بس يا حبيبي خلاص يا بابا خلاص. طيب تعالوا بقى اخمش عليكم، تعالوا نشوف فرد الحمام اللي احنا مسكناه وايه الحمام اللي رجع. بعد كده في كام حاجه برضك حلوه قوي كده هنشوفها. المهم يا جدعان، انا الفيديو اللي فات خلصته معاكم ولسه يا دوبك باكل الحمام. ببص جنبي كده هنا لقيت فرد حمام ماشي، واللي شاف الفيديو الشورتس اللي نزل اول امبارح شاف انا مسكته ازاي. فالمهم يا جدعان الفرد اهو في حاجه بتتخانق مع حاجه. طب انت رايحه لهم ليه؟ يعني انت رايحه لهم ليه؟ دي النتايه الريحانيه، خليكي في حالك. ف عندنا هنا اهو، عايز بس اوريلكم يا جدعان. مسكنا الفرد ده تمام. الفرد ده انا مسكته وللاسف طلع بتاع مصر كلها. لما نزلته في الفيديوهات كله يقول لك ده بتاعي، وكل واحد من محافظه شكله يقول لي ده بتاعي. والفكره يا جدعان ان انا ساكن في ابن بيتك في حدائق اكتوبر. والفرد ايه؟ فرد انا ماسكه، بصوا ريشه كان ممشط، كان لسه بيطلع تمام. يعني ماسكه بقاله 3 ايام، يعني ريشه ده كان ممشط لسه بيطلع. عايز اوريكم منظر الجناح، يعني ريش اصلا لسه، بصوا اهو لو واخدين بالكم ريش لسه ما كملش. فده بتاع حد قريب مننا هنا، فده انا ان شاء الله هشوف صاحبه وهنرجعه له. فده كده فرد الحمام اللي احنا مسكناه. النتايه الريحانيه يا جدعان كانت واقفه لفوزي، ان انا اصلا جوزت سوزي الفوزي. اللي شاف الفيديو الشورتس جوزت سوزي الفوزي عشان كان قاعد حزين يا عيني، وديك مش عارف هي عايزه ايه من دول. لا يا جدعان انا هسيبهم يعملوا اللي يعملوه، يمكن يطلعوا دكارين ولا حاجه نختبر فيهم. طبعا الحمام كله طلع اهو. عايز بس اوريكم حاجه. طبعا يا جدعان الفرد انا لما مسكته، انا لما بصيت تمام انا لقيته واقف هنا، فضل يتمشى يتمشى هوب جه وقف لي هنا تمام. انا جيت مسكته من الحته دي، فهو كانش قادر يطير، فانا ما اعرفش والله جاي منين. بالشياله اللي احنا كنا داخلين بيها في اول الفيديو يا رجاله ديك بقى ايه، رجع لنا فرد حمام من اللي كانوا ضايعين. فرد الحمام ده واحد جاري هنا طلع ماسكه، وعمر صاحبي لما قال له في حمام ضايع مني. المهم يا جدعان الفرد اللي مسكه هو العبسي، ولكن هو مسكه ومش عارف هو نسله ولا خرطه ولا عمل فيه ايه مش عارف. بصوا كان منسول، نسله يا رجاله. طيب انا قلت له انا مش متاكد هو ولا مش هو، فدلوقتي احنا هنعمل اختبار هنعرف هو ولا لا. احنا كنا عارفين ان العبسي اللي عندنا كان عاشق الذكر اللي هو فلفل اللي هو القرباج، فهنشوف دلوقتي. انا ما رضيتش اعمل اي حاجه غير لما في الفيديو كده نعمل اختبار. تعالى كده، انا عارف الذكر العبسي هيعمل ايه اللي هو كان بتاعي بس. هو العبسي ده كان كده. وحتى شيماء انا لو جبتها له هيزوف عليها، هنجيبها له بردك وهنعمل اختبار. ان شيماء بردك احنا كنا عارفين انه كان بيقف لها هنا ويفضل يعاكسها من الحته دي. فده كده اول اختبار. وبصوا فلفل اهو، فلفل خد عليه، مش بقول لكم. بص اهو هيلعب معاه، بص بيلعب معاه اهو. فده كده ضمان لي ان الفرد ده هو بتاعي اللي ضاع. ان انا قلت له هعمل له اختبار، لو طلع بتاعي تمام، مش بتاعي ارجعه لك تاني. فلكن يا جدعان الحمد لله طلع هو. فلفل اهو كان عمال يلعب معاه. فكده اول اختبار تمام. نجيب له شيماء، احنا هنسيبه. خدي يا عروسه، خدي تعالي، خدي اقول لك تعالي. فاكره الواد يا بت اللي انت كنت واقفه هنا وبيعكسك؟ تعالي اوديكي ليه كده، اعرفي لي هو ولا مش هو. هو فلفل اثبت لنا ان هو. انت بقى ايه؟ بس هو عشان ما قابلتش شيماء خالص غير من ورا الجدران، فمش عارف رد الفعل هيبقى ايه. ايوه هو ده شيماء. لا ما ضربتهوش شيماء، لو كنت دخلتها الايه كانت بتضربه، بس ما ضربتهوش. قال لا بص قال لا 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 بتعمل ايه يا شيماء؟ دي بترقد له. يبقى هو الذكر يا جدعان، هو اللي يعني كان بقصه وكان مدوب كل حمام الغيه فيه ما شاء الله. طيب خلاص يا شيماء عرفنا والله ان هو خلاص هيكسر. انا واثق ان لو وقفنا 5 دقايق تاني هيكسرها. ايه طب نفضل مراقبينهم ولا نبقى مبوخين عليهم كده؟ يبقى هو ده العبسي والحمد لله
اول حاجه رجعت لنا على خلاص يا شيماء، خلاص انت ما صدقتي. وانت ايه يا عم، ايه يا عم، احترم ريشك المقصوص يا بنت. بقول لك اعرفيه، مش روحي تحبي لي فيه. اتكلي على الله، اتكلي على الله. ايه حمام اخر الزمن ده بس كده يا جدعان. نفتح شبكه القمرايه. والله الفيديو انا مستمتع بيه وانا بصوره بصراحه. هو حبه يمين وحبه شمال، بس حبه حاجات لازم نعملها، بس اهم حاجه يا رب تكونوا انتم مبسوطين. فطبعا خلينا كده نفتح لكام حمامه دول معانا. الاسترالي انا بفكر افتح للواد ده معاهم، ولكن مش دلوقتي، ده خليه الفيديو الجاي عشان هنحطه في الدشار. معانا ده طبعا العبس ممشط اكيد مش هفتح له. ومعانا ده، ولا لكم سيبوا ده دلوقتي عشان انا عايز ادي كام حمامه دول فزعه تاني كده ونشوف. غربان راحوا طاروا مع الغربان. في حاجه طايره هنا، الحين اللي واقف. وفي ايه فين الحمام؟ اهو الحمام جاي اهو. ايوه يابا. طبعا هم مش فارقين معانا واقف ولا مش واقف، هم يعني ما شاء الله بيروحوا ويجوا. طبعا 2 طلعوا. طب خلينا نفتح بس الايه طبيعة شقلباز اللي يطلع. الاسترالي اهو نزل يا جدعان. هو نزل ولا راح فين؟ الاسترالي نزل. الاسترالي براقبه اهو. تمام بس كده، جم نزلوا زي الفل. طبيعة شقلباز. يلا حبيبي، يلا يلا عاش. طيب تعالوا بقى في حاجه حلوه. احنا جينا نفتح الحمام الزاجل يا جدعان. في اول حاجه عايزين نعملها بالنسبه للقص دولك. الحصى بتاعهم طلع فاضي. انا كشفت عليه امبارح طلع فاضي. تمام، هنضطر نشيله. هما طبعا بقالهم اكتر من اسبوع، فطبعا الحصى طلع فاضي خالص، فهنضطر نشيله عشان خاطر ايه لو بيفكروا يحصوا تاني. فهناخد كده حصويتين نحطهم في جيبنا دلوقتي. عندنا بقى بالنسبه للقص دولك برضك بقالهم فتره النتايه بترقد وما بتحصيش. سيبتهم وكل حاجه، فهصبر عليهم شويه. نيجي بقى للحلويات اللي انا عايز اشوف شكلها بقى عامل ازاي، الفرق بين الفيديو ده والفيديو اللي فات. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى المعلومه بقى اللي نطلع بيها في الفيديو ده كله، الفرق بين الحمام المحبوس والحمام السايب. بصوا يا جدعان، الحمام السايب مطلع لك زغلولين طبق الاصل ما شاء الله، حجم واحد. بصوا الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الزغلول بصوا واكل وزي الفل، مع ان لسه ما كلفتش. بس ده ميزه الحمام السايب. الله اكبر، ربنا يا رب يرزقنا يا رب فيهم كده ويكبروا كده على خير. فما شاء الله الحمام الزاجل ده انا اول مره افرغه، فنفسي يطلعوا كده على خير. فما شاء الله يا جدعان زغلولين زي الفل اهو. ربنا يكرمني بجد لما اجي اجيب حمام جديد. احنا عندنا هنا 12 باب باذن الله، هخليهم فيهم 12 قص، ويكونوا 12 قص بيفرخوا كويس، عشان انا بجد بحب الحمام الزاجل قوي. فلما يبقى عندنا 12 قص ويفرخوا لنا كده فيجيبوا لنا حمام كويس. خلينا بقى ايه ناخد البيضتين دول كده همك يا جدعان، نحطهم جنب بقيه البيض اللي هو بيبقى بايظ. الواحد طلع كميه بيض بايظ اليومين اللي فاتوا دول، مش عارف فيها يا جدعان. هو الحمام ما شاء الله يعني ايه بتبيضوا بس مفيش زغاليل حتى يعني. الزغاليل اللي طلعت دي مش عارف، عايزين ننقلها بره يا جدعان عشان نشوف. هبتدي ندشرها كده ونطلعها. طيب معانا يا جدعان ال3 زغاليل اهمك زي ما احنا شايفين. طبعا نتسلى بيهم، اكيد مش هسيبهم مع الحمام الكبير ده، ولكن يعني ايه يبقوا لوحديهم كده ندشرهم. هينفعوا. انا عايز اقفل الباب ده. فهينفعوا يا رجاله وقت مثلا لما نيجي نجيب زغاليل ولا حاجه هينفعوا معانا. فمثلا نحطهم في باب زي ده كده اهو. افتح نقول بسم الله. طيب دولك طبعا هشتغل معاهم بعد مثلا ما اكل الحمام ده وانزله واقفل عليه في البيبان. اسيبهم في الارضيه كده كام يوم يحفظوها، وبعد كده نحطهم في الدشار اللي هو هشتغل معاهم في مواعيد بعيده عن الحمام بتاعنا اللي هو الطبيعي ده. تمام، فنسيبهم بقى كده يا جدعان. هجيب لهم الاكل والميه بتاعتهم. طيب زي ما احنا شايفين كده يا جدعان المكلف والمسقه. طبعا المفروض كنت احط لهم الطاجن الكبير، ولكن لا هم ياكلوا في ده. انا في الطبيعي ما بحبش احط زغالين مع بعض، ولكن عشان هم بس 3 بس، باذن الله لما نجيب طريحه كبيره كل فرد هيبقى فاب وهنشتغل معاهم صح باذن الله. فدلوقتي عايزين بس نجيب الدشار ونحط فيه الدكر ده. والله ممكن احط معاه ال3 دول. تعال اهو، ممكن احط معاه ال3 دول اللي هو ايه الجو شمس كده يشوفوا الشمس، ومنهم يشوفوا الظهر كده بدل ما هم واقفين في الباب. نقول بسم الله يلا بالمره اهو زي ما احنا شايفين. مش عارف بقى فلفل لو معاه، بس فلفل مش راجل يعني ما بيضربش. تعال، انا اسف اني بقول عليك كده يا فلفل، بس انت هقول لك ايه، انت كده بس كده ثانيه بس نقفلها.
دي بقى بتقفل ازاي؟ بس عشان البتاع بتاعتها ضايعه فانا بعمل جزء فوق وجزء تحت، فبصوا بتبقى زي الفل شديده اهي. بس نحطهم هنا اهو بس كده، بدل ما هم الزغاليل واقفه جوه ملهاش لازمه، ادينا ايه بنتسلى معاهم بردك كده. ايه ده طلع الراجل ده بيضرب، بس كده كده هيبعد عنهم. هيجي بص الدكوره دلوقتي ده اهو. يلا بت بس هنسيبهم بقى كده يا جدعان، وشويه كده نبقى نشوف هننزلهم ولا نعمل. نيجي بقى دلوقتي يا جدعان للسؤال اللي حير المتابعين بينهم وبين بعضيهم بالنسبه للفرد اللي احنا مسكناه. تمام، طبعا ده كان في الشورتس مش باين قوي، ولكن هنا انا هحاول ابينه لكم قوي، وعايزين نعرف نوعه ايه. اوعى تجري اوعى تجري، اثبت اثبت اثبت، بسم الله ما شاء الله عليه ما يتمسكش. ده ايه ده يا ابني؟ اثبت اثبت يا عم، ما شاء الله. ده يا رجاله نوعه ايه؟ انا بص بقى هوريه لكم كده من قريب. بصوا مش عارف بقى تبقى باينه معاكم ولا لا، خلينا هنا كده احسن. بصوا يا جدعان، وفي زي نظام حاجه بيضه كده في وشه. ايوه، ده نوعه ايه؟ انا لغايه دلوقتي انا مش عارف نوعه يا رجاله. انا طب اجيبه لكم واقف بعيد. بصوا مش عارف ده كريزلي ولا كريزلي واخد من حاجه ولا مش عارف نوعه كده، حاجه غريبه قوي يعني. فيا ريت لو انتوا عارفين قولوا لي في الكومنتات ده نوعه ايه. تعالوا يا جدعان اوريكم منظر حلو يعني جميل والله. عارف انت لما تبقى واقف بالنضاره تشوف المنظر ده كده، بس الزغاليل قصادك، هنا الحمام اللي سايب، تفضل بقى ايه في النضاره كده من بعيد كده، بس تبقى واقف بقى مراقب دنيتك كده كلها. لا بصراحه يا جدعان الغيه يعني الغيه ذات نفسها كخشب وكده متعه يعني، ما بتبقى كل حاجه متقسمه ولا بجد بتبقى جميله. وبصراحه دي اللي كانت ناقصاني، نضاره بجد. هي نضاره تعبانه على قديها، ولكن ان شاء الله هنعمل واحده كويسه. بالنسبه للرجاله القصر الزرع قطيفه دولك، انا عايز بس اشوف حاجه عشان انا متاكد ان الحصى ده فيه حاجه. بصوا فاضيه، ان هم قاعدين بقالهم كتير جدا جدا. انا على امل نطلعوا حاجه، ومش في دماغي خالص ان انا ابص عليهم. ثانيه، دي شكلها كده فيها، يا مسهل يا رب. لا دي مكبوسه دي يا رجاله. لا ثانيه، مكبوسه ايه دي؟ فيها وحي كمان. لا ما شاء الله دي يا رجاله فيها وحي كويس الحمد لله. والله ده انا قلت ان هم يعني ما فيش حتى. بصوا باينين في الشمس، هو الفتحه قوي ديت فاضيه، والتانيه مكبوسه. اللي هي الغامقه دي مش مكبوسه، فيها زغلول الحمد لله يا جدعان. الامور بتاع كل فيديو بحب اوري لكم كل فيديو كده يا جدعان، نشوف نموه بيكبر ما شاء الله. الله اكبر يا صديقي يا صاحبي، ما شاء الله يا جدعان. بصوا الحمد لله كل يوم عن التاني بيحلو ويكبر قصادنا. طبعا عايزين ننضف بص الزبل وراه قد ايه. ماشي يا صاحبي هاكلك حاضر. فان شاء الله يا جدعان يعني هتشوفوا الزغلول ده حاجه تانية باذن الله. طيب يا رجاله، انا دلوقتي كنت بعمل شويه حاجات وخلصتها وعدى في حدود نص ساعه كده، فكفايه على الحمام اللي في الدشار ده عشان الجو شمس قوي. لان طبعا يا رجاله عايز اقول لكم على حاجه، الحمام طول ما هو محبوس كده والشمس زي ما احنا شايفين بتبقى ضربه مركزه يعني جامد وهي حاميه، فبتبقى غلط على الدماغ ان احنا نسيبهم فتره طويله. فكفايه عليهم كده عشان دول ثابتين في مكانهم. على الاقل الحمام اللي هنا ده عمال رايح جاي الكلام ده، انما دول ثابتين في مكانهم فالشمس ضاربه، ودي زغاليل صغيره ما تستحملش ايه ضربه الشمس الجامده دي. فهنعمل كده اهو بالنسبه ده للزغاليل. انما فلفل عادي يستحمل زي الفل اهو زي ما احنا شايفين. هو بس كده كل يوم نص ساعه كده ولا حاجه. وبرضك بالنسبه للفلفل عشان الشمس برضك ما تضربلوش دماغه، نقوم عاملين كده اهو. نحط بردك هنا كده شويه، وباذن الله الفيديو الجاي هنفتح له. جبت لهم كده رجاله شويه كلفه نحطها هنا كده. طبعا هما جعانين. يلا مين هياكل من ايدي؟ مين هياكل من ايدي؟ طب انا لسه حطيتش حاجه. بسم الله. طبعا نحطها لهم كده في النص ياكلوا. بعد كده طبعا هنشيلها خالص. حطينا لهم كبشه، نحط لهم كبشه تاني كده، نحط لهم واحده تاني. هم عيني بيصعبوا عليا بس ياكلوا كده ما شاء الله زي ما احنا شايفين. ده شكلهم جميل قوي يا جدعان. عايز اجيبها لكم من فوق كده.
شكلهم جميل قوي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سيبهم بقى ياكلوا براحتهم ما نرخمش عليهم يا جدعان. ننزل الشويه اللي فوق دولك. يلا يا حبيبي يلا، مع انه اصلا ميعادهم لسه، بس انا عايز انزلهم عشان المفروض رايح مشوار فمش هبقى فاضلهم. يلا حبيبي يلا. طيب هما طبعا هينزلوا دلوقتي، فينزلوا ونقفل عليهم شبكة القمرية. يلا يا جدعان هيعملها اهو، هيعملها اهو. يلا 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 يلا. بس كده يا جدعان. طبعا شبكة القمرية بقت تقفل اهو زي ما احنا شايفين ان انا ظبطتها امبارح. لو تلاحظوا حتى كمان الحاجات اللي كانت مفتحة دي كلها قفلتها، فكله تمام كده ان شاء الله. طيب خلونا ايه قبل ما ناكل الحمام ده كده يا جدعان، نيجي عند الذكر الغلبان ده لغايه اما عدينا بنوعيه وبنعالجه وبنوعيه لغايه اما نلاقي له صاحبه ان شاء الله. نحط له شويه كلفه كده بس، سيبه بقى ياكل بقى ما ياكلش، هو كده بياكل الحمد لله وبيشرب كويس. نيجي بقى عند الكام اخ اللي هنا دولت كده، ان هم عاملين ايه. طبعا لسه الزغاليل بتاكل ما شاء الله، لسه بتاكل اهي. نفتح القرباج بس كده. هينزلوا ياكلوا دلوقتي يا جدعان. العبسي تعالوا نفتح لهم معانا، نسيته اللي ينزل ياكل كده معاهم. بس ينزل بقى يزوف هنا، يضرب هنا، ياكل هنا، يعيشوا بقى حياتهم كده مع بعضيهم ونسيبهم. عزيزي الغاوي نقدر نقول احنا كده وصلنا لاخر الفيديو. يا رب يكون عجبكم، تكونوا استمتعتم بيه. يا رب يكون كان فيديو كده خفيف على قلبكم. اشوفوا وشكم على خير. سلام.